يوم السبت 18 ابريل سنه 1998 على ملعب الاولد ترافورد كان في ماتش مهم بين نادي مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي، في ماتش حاسم في سباق الدوري. المهم بدأ الماتش وبسم الله الرحمن الرحيم نيوكاسل يسجل اول هدف في الدقيقه 11 عن طريق اللاعب اندرياس. طبعا جول زي ده في اول ربع ساعه من الماتش كان قادر ان هو يحط فريق اليونايتد تحت ضغط كبير، بالذات انه بيلعب على ارضه ووسط جمهوره، وكمان كان بينافس الارسنال على الصداره وقتها. بس قبل نهايه الشوط الاول اليونايتد قدر ان هو يتعادل عن طريق اللاعب ديفيد بيكهام، وخلص الشوط الاول بالتعادل 1-1 للفرقتين. الشوط الثاني يبدا وفريق اليونايتد يدخل الملعب وقدامه حاجه واحده بس، وهي الفوز بالماتش. بس نتيجه التعادل 1-1 فضلت مستمره طول الشوط الثاني، وفي الدقيقه الاخيره من الماتش كان اليونايتد بيهاجم بكل الفريق علشان يسجل هدف الفوز. وقبل نهايه الماتش بدقيقتين كان اليونايتد طالع بهجمه خطيره جدا على نيوكاسل، بس تترد بمرتده اخطر وانفراد على حارس اليونايتد بيتر شمايكل. وقتها سولشاير كان اخر مدافع وقرر ان هو يفتح سبرنت علشان يلحق الهجمه، وزي ما انت متوقع هو قدر ان هو يلحق المهاجم ويمنعه بفاول تكتيكي واخد طرد. وقتها جمهور اليونايتد كله وقف وسقف له على حركه التضحيه دي، وانه ازاي قدر ان هو ينقذ فريقه من خساره شبه مؤكده. وقتها ديفيد بيكهام راح علشان يدعم ويواسي زميله في الفريق. وقتها رد سولشاير وقال I had to do it، كان لازم اعمل كده. لما نيجي نبص على سولشاير فهنلاقي ان هو مش من المدافعين اللي ليهم لقطات كتيره يتشهروا بيها، بس بالنسبه لجمهور اليونايتد فهو معروف ومحبوب بسبب اللقطه دي. ولو كان اي حد مكانه كان هيعمل كده والناس كلها هتسقف له على روح الجرينتا بتاعته، زي لقطه فالفيردي ومراتا في نهايه كاس اسبانيا كده يعني. بس الغريب في قصتنا بقى ان في شخص واحد بس ما عجبوش الكلام ده، وكان متضايق جدا من سولشاير، لا وكمان عاجبه بخصمه اسبوعين من مرتبه، اللي هو مش كفايه الطرد اللي هو خده، لا ده كمان موت وخراب ديار. تفتكر بقى مين الشخص ده؟ مدرب الفريق السير أليكس فيرجسون، اللي كان رده على اللي حصل ان افعال زي دي لا تتماشى مع قيم ومبادئ اليونايتد، وان تحقيق الفوز لازم يكون بطرق نزيهه. يعني باختصار الراجل كان شايف ان هو يخسر بشرف احسن من انه ينقذ فريقه بحركه غير نزيهه زي دي. وده بالنسبه له يعني سامع اللي بتفرم زرار الدايره وصاحبك طالع عليك بهجمه اخر الماتش. المهم حاجه زي دي تخلينا نسال نفسنا هو انهي راي فيهم اللي صح، اللي عمله سولشاير ولا رأي فيرجسون بالتمسك بالقيم والمبادئ؟ والله موضوع زي ده فكرني بمعضلة أخلاقية فكرية اسمها معضلة القطر، ودي يا سيدي مسألة فلسفية طرحها العلماء علشان يشوفوا السلوك البشري وبالأخص الجانب الأخلاقي منه. باختصار وعلشان نوضح إيه موضوع المعضلة دي خلينا أشرح لك فرضية المعضلة واللي حطتها الفيلسوفة فيليب بافوت سنة 1967. المعضلة بتفترض إنك سايق قطر، وعلى نفس خط القطر ده صادف وجود 5 أشخاص مربوطين وما يعرفوش يتحركوا، فبالتالي أنت هتخبطهم ويموتوا. لكن لحسن الحظ وبالصدفه البحته انت لاحظت مسار تاني للقطر يقدر يمشي فيه، فانت تفرح وتبوس ايدك وش وظهر وتقول الحمد لله هتروح البيت من غير اي مشاكل. بس انت علشان فقري وحظك وحش تلاحظ ان على السكه الفرعيه دي في كمان شخص مربوط. هنا بقى انت تبتدي تتوتر وتعرق ودماغك تهنج وتعمل ايرور، ويبقى قدامك اختيارين ملهمش تالت، يا تسيب القطر ماشي في سكته ويحصل اللي يحصل لان ده المسار الطبيعي، يا اما تحول للشريط التاني علشان تنقذ ال5 دول بالرغم انك هتضحي بواحد. في السبيان شارك فيه 70,000 شخص من 42 دولة مختلفة، لقوا ان نسبة 81% من الناس اللي شاركت اختارت ان هي تضحي بشخص في مقابل انقاذ ال5. ولاحظوا ان النسبة دي متوزعة على كل الدول اللي شاركت، يعني تقريبا نفس الاختيار مع اختلاف الثقافات في الدول دي، واستنتجوا ان الاغلبية العظمى ما عندهاش مانع ان هي تضحي بشخص في مقابل المنفعة العامة. العلماء بقى يسكتوا عند الكلام ده؟ لا طبعا، قالوا احنا هنعيد الاستبيان تاني بس هنغير حبة تفاصيل صغننة. قالوا انك دلوقتي مش هتبقى سايق قطر، لا انت هتبقى واقف على كوبري مشاة فوق سكة الحديد، ولاحظت من بعيد نفس ال5 اشخاص مربوطين على السكة تاني، وفي قطر جاي من بعيد وهيدوسهم مفيش مفر، بس انت لاحظت ان في جنبك شخص ضخم لو انت زقيته ووقع جسمه هيقدر يوقف القطر ده. وسألوا الناس هيتصرفوا ازاي في الحالة دي. وقتها النتيجة كانت مختلفة تماما، واغلب الناس اختاروا ان هم مش هيتدخلوا وهيسيبوا القطر يكمل في سكته عادي. العلماء يستغربوا ويسألوا انت حضرتك ليه رفضت ان انت تضحي بشخص علشان تنقذ ال5؟ لا يا عم حرام اموته ملوش ذنب. انت مجنون يا ابني؟ مش من شويه ما كانش عندك مانع انك تضحي بشخص ملوش ذنب برضه علشان تنقذ ال5؟ طبعا انت مش فاهم حاجه. في النتيجه الاولى الاغلبيه اختارت ان هي تضحي بشخص علشان تنقذ ال5، بس مع تغيير حبه تفاصيل الناس رجعت وغيرت رايها. حاجه زي كده العلماء بيفسروها ان السبب في تغيير الراي ده ان في الحاله الاولى انت كنت جوه الحدث، فبالتالي الاختيار الصح بالنسبه لك هو الاقل خساره واعلى
على منفعه. اما في الحاله الثانيه انت كنت بره الحدث خالص، فبالتالي الاختيار الصح بالنسبه لك هو انك مش هتتدخل ومش هتضحي بحد. يعني باختصار كده انت عملت اللي اخلاقك وضميرك فرضوه عليك. وبعد الاستبيان ده يروح بعد كده الفلاسفه يتفلسفوا ويسالوا هو ايه تعريف الفعل الصح؟ يعني هل الصح هو الفعل اللي بيحقق اعلى نتيجه بغض النظر عن الطريقه، ولا هل الصح هو الفعل اللي مرتبط بقيم ومبادئ ومش مهم شكل النتائج بعد كده؟ يعني هل الكذبه البيضاء صح طالما هي هتصلح ما بين اتنين صحاب، ولا الكذب غلط في جميع الاحوال مهما كانت النتيجه وقتها؟ وده يا سيدي مبادئ فلسفيه واخلاقيه ونظريتين ضد بعض، نظريه النفعيه ونظريه الاخلاق الواجبه. الفيلسوف جيرمي بنتم واحد من مؤسسين نظريه النفعيه بيقول باختصار يعني ان علشان نقول الفعل ده صح ولا لا هو بالنتائج اللي هتحصل بسبب الفعل ده. لو الكذبه البيضاء صلحت بين اتنين صحاب يبقى الفعل ده تمام وكمل فيه، ولو التضحيه بشخص مفيد علشان تنقذ خمسه يبقى زي الفل، انت صح يا معلم. ولو عايز امثله على المبدا ده ففي سنه 2020 شركات كتيره وكبيره كانت على وشك الافلاس، وعلشان ينقذوا نفسهم من الافلاس اضطروا ان هم يضحوا بعدد من الموظفين علشان يوفروا فلوسهم. وده باختصار مبدا النفعيه. بس لو فكرنا شويه هنلاقي ان المبدأ ده مش سالك وخبيث في بعض الحالات. يعني زي مثلا الشخص اللي عندك في الشغل اللي بيبقى حبيب مديرك قوي وبينقل له اخبار ومشهور باسم، هو الكلام اللي بيعمله ده بياخد عليه منفعة اكبر مع الوقت، بس بيبقى مكروه والناس كلها بتتجنبه. وده ياخدنا للمبدأ المعارض، مبدأ الأخلاق الواجبة، اللي من أهم الناس اللي اتكلمت عنه كان الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، واللي بيقول علشان تقول الفعل ده صح ولا لأ مش لازم أبدا يكون مرتبط بالنتيجة، وإنما لازم يكون مرتبط مع مجموعة من القواعد أو واجبات واضحة ومعتمدة على احترام حقوق معينة. يعني باختصار شوف ضميرك وأخلاقك هيقولوا لك إيه. هل من حقك إنك تضحي بحياة شخص بريء في سبيل خمس غيره، ولا هل من حقك إنك تمشي عكس عشان مكسل تاخد اليوتيرن اللي قدام علشان فاكر انك كده هتوصل اسرع؟ الاجابه ببساطه لا. التجارب والاستبيانات دي ما كانتش بتتعمل للتسليه، لا دي كانت بتدرس السلوك البشري وايه التفضيلات اللي ممكن نختارها او ايه القرارات اللي ممكن تاخدها في اوقات معينه. لما يعملوا استبيان لاصحاب العربيات لو حصلت معاهم مشكله ما وقدامهم اختيارين بس، يعني يدخلوا في عربيه مثلا او محل واقف فيه شخص، ولا يطلعوا على الرصيف ويخبطوا الناس اللي عليه مثلا، الكلام ده هيساعد في تصميم وبرمجه العربيات ذاتيه القياده في اختيار القرار وقت المشكله. ونفس الفكره للجراحين والاطباء في المفاضله بين المرضى الاكثر والاقل خطوره في حاله الكوارث والازمات. يعني في الاول والاخر دي كلها مش قرارات نهائيه ولا دستور الناس كلها بتمشي عليه، ومهما اخدت من قرارات هتلاقي اللي يعارضها. وعلى راي المثل لا بيعجبهم العجب ولا الصيام في رجب. لكن خلينا نقول ان افكار زي دي ممكن تساعد في فهم الدماغ البشري بتشتغل ازاي. وبس كده. ما تنساش بقى لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير وتقول لنا في الكومنتات لو انت اتحطيت في المعضله دي هتتصرف ازاي. وعلى فكره كان معاكم مصطفى محمود واشوفكم في حلقات جايه. سلام.